سلام في فيديو جديد ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رانا في سلسلة حلويات العيد. درت لكم اليوم المخبز نتاع اللوز. راح نعطيكم اسرار نجاحه كامل باش تتحصلوا على المخبز هذا اللي يجي معسل للداخل. هذه راهي ورشة مجانية. كما تعرفوا المخبز راهي حلوة تقليدية وبزاف اللي ما تنجح لهمش. كنت درت فيديو من قبل في القناة تاع المخبز ولقيت تساؤلات بزاف كنت ما جاوبتش عليها، يعني كاين حوايج ما تولهت لهمش ولا كاين حوايج ما وضحتهمش مليح، انا بانت لي واضحين ما وضحت لهمش مليح. هنايا في الفيديو هذا راح نجاوبكم كامل على هذيك التساؤلات وراح يكون الفيديو بالتفصيل الممل. اول حاجه عندي هنايا اللوز. تحبوا تشريو اللوز هذا هيك منقي، يكون هيك بيض منقي واجد وترحيوه، ولا تحبوا تشريو اللوز بالقشور اللي عندها كميه تاع اللوز بالقشور، تلوحوا في الماء يكون شويه دافي ومن بعد تنحيلو هذوك القشور. تلوحوا في الماء تخليه مده هيك شويه، ما تخليوهش يطول باش ما يوليش بني، ومن بعد تنحيولو هذوك القشور تخليوه يشيحوه، يعني خليوه ايام يشيح، ولا قادرين ديروه في الفور يشيح شويه، بصح من الاحسن تحلوه هكا وتخليوه يشيح، ديروه في شامبره هكا مهويه وتخليوه يشيح. هنايا عندي اللوز هذاك حطيت رحيته، درت كيلو ونص نتاع لوز، كيلو ونص دار لي هذا الكميه. شوفوا كيفاه راح نرحيه، ومن بعد راح نجيب الصحنه نتاعي هذه اللي تكيل لي 3 كيلات نتاعها راهي توزن كيلو ونص. حنا هذه مالفا نخدم بها كي تكون لا كونتيتي تاع كيلو ونص باش نتكيل السكر. هكذا كيلو ونص تاع لوز ومع كيلة نتاع سكر. الكيلة تاع السكر ما نعمروهاش، نحيو منها كيلة غير ربع، يعني كيلة نقصوا منها 2 ولا 3 أصابع. شوفوا معايا هنا كيفاه كيلت السكر. السكر ما تستعملوش سكر ناعم، استعملوا السكر العادي. هكا شوفوا الكيلة تاع السكر كيفاه تجي، هكا كيلة ناقصة. هكا هذا هو السكر. راح نخلط هذو مع بعضاهم ونعاود نرحيهم، نعاود يعني نرحي اللوز هذا باش يترحى مليح والسكر يترحى معاه مليح باش يجينا المخبز تاعنا معسل. وبعد ما نرحيه ما نعاود نرحيه، نجيب الغربال ونغربلو باش نحيلو هذاك الراس الخشين، يعني مهما واش راح يرحي الروبوت تاعكم راح تلقاو فيه شويه هكا حباتان شويه طراف هكا خشان. لازم نعاودو نغربلوه هكا باش نتأكدوا من اللوز اللي عندنا. ومن الأحسن يعني ما تستعملوش اللوز اللي مرحي يتباع برا، استعملوا هذا اللي تخدموه نتوما وحدكم في الدار يجي خير. شوفوا هنايا هذا هو الراس الخشيل اللي خرج لي، هذا راح نعاود نحطه في الروبو ونعاود نرحيه. شوفوا هنايا راني بينت لكم واش خرج لي. هذا ما يصلحش هكا، ما يصلحش يكون داخل فيه، هذا نعاود نرحيه. شوفوا كيفاه فيه طرف خشان. وشوفوا هنايا كيفاه نرحيو اللوز تاعنا لازم يكون رقيق. هنا عندنا مبشور الليمون، كي تبشروا الليمونه بشروا غير الفوق ما تهبطوش لتحت باش ما يجيناش مر. هنا قالوا لي كاين اللي قالوا لي يعني درتي بزاف الليمون. هذا هو المخبز يجيب بسيترون باش يجي بنين. هنايا درت 2 حبات تاع ليمون مبشورين يكونوا كبار. في الفيديو السابق قلت 4 حبات، كانوا 4 حبات صغار. يعني على حساب الحبه اللي عندكم، اذا حبات كبار ديروا 2 وإذا حبات صغار ديروا حوالي 4 حسب الذوق تاعكم. وزدت ملعقة صغيرة تاع عطر ماء الزهر، وهنايا كما تشوفوا راهو مغرف تاع زبدة. والبيض تاعنا راكم شفتوا كيفاه كنت ندير، راني كنت نحط بيضة كاملة ونزيد 2 صفار. كي تكون كمية قليلة ديروا بيضة ومن بعد كملوا بصفار وحدة وكملوا بالصفار، وكي تكون كمية كبيرة هكا ديروا بيضة كاملة و2 صفار وزيدوا بيضة كاملة وزيدوا 2 صفار، وبداو لموا حتى تتحصلوا على هذه العجينة اللي تكون متماسكه. خليوها ترتاح. انا نشتي الخبز نشتي نخليه يبات. شوفوا هنايا كي يبات يزيد يتعسل مليح، على الاقل خليوه 3 سوايع، من ساعتين 3 سوايع. انا نحطه في الفريجيدار ونخليه يعني يديروا له بابي فيلم مليح وخليوه يرتاح باش يتعسل مليح. وعجنوه يعني كي تكونوا درتوا البيض هذاك عجنوا مليح.
وراح نفتحوه هكذا. أنا في الكمية هذي درت مغرف تاع زبدة. شوفوا كيفاه تحبوا تحصلوا على حبة بومبي ديروه هكا فوق الساشي هكا تجي الحبة بومبي. راني درت حبة وحدة بومبي من بعد دوك نعتها لكم كيفاه راح تخرج، ولا تطبعوا عادي. أنا طبعتهم هكا يعني لا كوموند طبعتها هكا. شوفوا كيفاه تخرج، ومن بعد دخلوا المول تاعكم في الفرينة وطبعوه وخرجوا. والمول تاعكم ساعات غسلوه كي تكون كمية كبيرة، ساعة غسلوه عاودوا مسحوه وديروا خطكش يلصق فيه هذاك البيض على الحرف، وكي تنحيو الحبة تفزد لكم شوية وندخلوه على الفرن يشيح برك، ما خليوهش يطيب، ما يطولش المخبز في الفور يعني جوست ما يشيح يهز شوية لون أصفر من تحت ونحيوه ما تخليوهش يحمر بزاف. هنا بالنسبة للطلية، الطلية بزاف اللي ما فهموهاش في الفيديو السابق شوفوا معايا مليح. راني حطيت مغرف نتاع ملون أبيض، وهنايا كيلة نتاع عصير ليمون، كيلة نتاع زيت، مع كيلة نتاع ما زهر، ومع كيلة نتاع حليب. يعني هذه أحسن طلية، ويقولوا تفز راهي ما تفزتش، ما تخافوش منها كي تشوفوا الحليب هكا ما تخافوش منها ما تفزتش. وهنا كيلة نتاع ما زهر، ونخلط هذه المقادير مليح ونعجن بهم السكر الناعم. السكر الناعم اللي تعرف تمشي الطلية كيلو ونص راهو يكفيها، واللي ما تعرفش تمشي الطلية يعني دير كيلو و800 غرام راح يطلي لها الحبات ويفضل لها. شوفوا نحرك هيك الطلية حتى تتجانس مليح ونعجن. كاين اللي قالك الطلية ما تجيش هكا، هذا فوندون، كل وحدة حرة. يعني أنا نمد طريقتي اللي نستعملها. جربت الطلية تاع البياض، جربت الطلية تاع الشربات، المهم الطلية اللي تعجبني هي هذه. وعلاه خطاكش راح تقعد مدة طويلة ما تيبسش، هذا هو يعني الفرق. وشوفوا كاين اللي يقولك الطلية ما تتعجنش، يعني الطريقة هذه راهي أنا جربتها من قبل وعجبتني، ومش أول مرة نخدم بها، ديما نخدم بها. الطلية هذه هي الطلية اللي نخدم بها، نعجنها مليح ومن بعد نبدا نطلق فيها هكا يعني مع لو نخليها يابسة. هاني فوت الفيديو نخليها يابسة نعجنها شوية، ومن بعد نبقى نزيد في هذاك الليكيد حتى نتحصلوا على الطلية نتاعنا. هنا كي تجيكم هكا كيما أنا هنا جاتني شوية مازالت يعني خصها شوي برك، ما نزيدش نكيل كلش، يعني نزيد شوية بركة تاع ما زهر ولا شوية تاع قرص ونخففها. يعني كي تكون كمية قليلة، بصح كي تكون يعني مازالت شايحة بزاف عاودوا كيلو من كلش، يعني عاودوا كيلو من الحليب وعاودوا كيلو من الزيت وكلش. هنايا راني درت هذو طبعتهم بمول تاع سيليكون. درت عجينة السكر، هذا المول اللي استعملته راني درت هنا لا فوتو، هذه عجينة السكر اللي استعملتها. وهنا درت ناكري وزدت له هذا المحلول السائل هذا، ونخلطهم هك مع بعضهم وراح ندير الورقات في الدوغي هكا كيما تشوفوا. هنا عجينة السكر ديروا لها شوية طاي لوز باش تيبس في ساع. يعني هالنوعية تاع عجينة السكر هذيك اللي تباع ب15 ولا 16 ألف راهي في ساع تيبس، ما درتولهاش تيبس. شويه هنايا برك يعاد ناكخي ليكيد شوية قادرة تطلق لكم، يعني من الأحسن ديروا لها الطايلوز. وراح ندهن هذوك الحبات كامل هكا في الوقت اللي قاعدة ندهن أنا فيه هذو هكا. الطلية تاعي راهي ترتاح مليح، نخليوها ترتاح. والمخبز ثاني راهو بعد ما طاب نخليوه يبرد مليح. وكنت حضرت الشربات نديرو كاس تاع سكر مع 2 كيسان تاع ما شريحة تاع ليمون ونخليوه يبرد يغلي 10 دقائق. بعد ما يغلي 10 دقائق ونطفيو عليه ومن بعد نخليوه يبرد. هنا هذا المرحلة ثاني بزاف اللي ينتقدوا قالك المخبز ما يتشربش، وقلتها من قبل على بالي المخبز بلي ما يتشربش، والطريقة هذه راهي راح تمد نتيجة أحسن. يعني خاصة اللي مش مالفي يصلح لهم المخبز يجيهم، كاين ناس يجيهم يابس، كاين ناس ما يجيهمش معسل. وانا هنا خليت الحبة هذيك لي بومبي ما عسلتهاش باش تشوفوا يعني الفرق. ما جانيش ما كانش فرق، شوفوا كيفاه يطيب من التحت، راهو يطيب دوغي ما نحمروهش باش يبقى معسل وما يبسش. هنا راهو المخبز يكون بارد تماما
والشربات ثاني هذيك باردة تماما، وفهمتكم جوست ندخلوا الحبة في الشربات نخرجوها ونخليوه مدة هكا باش نبداو نطليوه باش ما تهبطلناش الطلية. خليوه على الأقل خليوه نص ساعة ولا ساعة، ومن بعد راح نطليوها. أنا هنا الطلية لقيتها شوية نشفت يعني شاحت لي شوي، زدت لها شوية عصير ليمون مش بزاف، ونحيت لها شوية الهوا. شوفوا هذه الطلية نتاعنا، راني درت لها كيما شفتوا معلول ملون أبيض. راح نحركها هكا ونبدا نطلي في الحبات اللي بعد ما ارتاحوا، خليوهم يرتاحوا باش يتشربوا برك هكا. ونطلي الحبات كل وحده تطلي بالطريقه اللي تحب. انا هنايا في الفيديو راني طليت بهذه، بصح يعني نشتي نطلي بيدي، نشتي نحط يدي يعني في بلاصه هذا الملعقه الكبيره هذه ونطلي باش نربح الوقت. خرجوا الفقاعات هذه تاع الهواء باش تجي الحبه متحوفه، ونخليوهم يشيحوا. نخليو الطليه تاعنا تشيح مليح، خليوها تشيح نهار ولا يومين يعني على حساب الجو، ما توشيوهاش حتى تشيح مليح. ومن بعد باش تنحيو لها هذاك الزائد. وشوفوا هنا هذه هي الكميه اللي بقات لي من الطليه. هنا راح نحي هذيك الطليه من التحت، وعندي هنايا ناكخي هذا البلون اللي جاي هيك بيض، وهو كي ديروه هيك يجي دوغي، يعني كنت نعته لكم في الفيديو السابق تاع المخبز. شوفوا هنا الحبه هذيك لي بومبي كيفاه جات، وهذه الحبه العادي. هنا راح نلصق هذيك الورقات والوردات، وراح نقسم قدامكم باش تشوفوا لا ديفيرونس بين الحبات. يعني انا يجيني المخبز معسل، بصح بالشربات راح يجي معسل خير. راح تحسوا بالفرق كي ديروا زوج حبات بحذ بعضهم، تحسوا بالفرق. يعني شوفي هذه المعسله، شوفوا كيفاه جات، وهذه اللي ما درت لهاش العسل يعني الشربات مش العسل. شوفوا هنايا حتى هي راح تجي طريه وتجي معسله داخل، بصح الاولى النتيجه الاولى يعني خير. وصلنا لنهايه الفيديو، الى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.